الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم قد التأم جمعنا للنهل من معين سيرة هذا الرجل العلم سيدي الحسن العبادي رحمه الله ورضي عنه الثر، لأنه كان علما ونموذجا شاخصا يؤشر على عوالم الإمكان ويقيم الحجة على صدقية وصحة قول من قال: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، حيث إن كل هذه الشهادات التي سمعناها تدل على فيوض بركات الله تعالى على هذا الرجل الذي استطاع أن يمتد بأعماله وبكسبه إلى كل الآفاق التي سمعناها في مجالات الإحسان العلمي والعطاء والمتصل بصلة الأرحام وبكفكفة دموع الأيتام وبأن يجمع تراث العلماء الأعلام إلى غير ذلك من أبواب البر. شخص لتأذينه وتعزيته فإنهم يتحدثون عن آخر أيام المتوفى وآخر لحظاته، فاخترت أن أحدثكم في هذا المحور عن أيامه الأخيرة التي أعتبر كل أحداثها مبشرات والحمد لله وحده. المحور الثاني حاولت أن ألخص لكم فيه منهجه في التربية من خلال بعض النماذج وبناء على المحاور التي كان يعتبرها مهمة في هذا المجال. المحور الثالث كلمة شكر وتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز بلاوي، عميد كلية الشريعة بأيت مليون أكادير. أنا أولا في هذا اليوم نجتمع برحاب هذه الكلية العامرة لكي نترحم ونذكر خصال ومناقب أحد أعلام هذه المملكة الشريفة، أحد أعلام هذه المنطقة السوسية، أحد أعلام كلية الشريعة ومجالس المنطقة، المجالس العلمية لهذه المنطقة والمجلس العلمي الأعلى كذلك بالمملكة الشريفة، ألا وهو سيدي الحسن العبادي، الدكتور سيدي الحسن العبادي رحمه الله. حينما نكرمه ونذكر مناقبه فإنما نكرم العلم، نكرم الأخلاق، نكرم العطاء، نكرم الجود والكرم، الجود المادي والجود المعنوي، الكرم المادي والكرم العلمي. كان رحمه الله نعم الأستاذ ونعم الموجه ونعم العالم الجليل الذي يحب وطنه وأخلص لوطنه ولدينه ولملكه. سيدي الحسن العبادي كان قدوة في كثير من الخصال الطيبة المباركة. تعلمنا منه التواضع، تعلمنا منه حب العلم، تعلمنا منه خفض الجناح لطلبة العلم،